أكيد مشاهدينا الكرام، كابتن خالد دائما وابدا عندما يكون المنتخب المصري مقبل على مباراه ويكون تجمع للمنتخب المصري تكون هناك تكهنات وتكون هناك برضو بعض الانتقادات للمدير الفني وجهازه المعاون لاختيارات المدير الفني للاعبين. وهناك بعض الاختيارات طبعا بتكون صائبه والانتقادات صائبه، وهناك بعض الانتقادات تكون غير صائبه. في وجهه نظرك ما الانتقادات الصائبه والانتقادات الغير صائبه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هي مش انتقادات بس يا كابتن، هي الموضوع كله ان في ناس بتبقى متابعه برضه زي الجهاز الفني متابع جيد جدا بالنسبه لمباراه الدوري، شايفين ان في لعيبه ممكن تكون اكفأ، في لعيبه ممكن تكون اجهز، في لعيبه ممكن تكون لها وضعيه ولها خبره ممكن تكون في المباريات ديت. يعني ده الانتقاد، بس هو انتقاد انا اعتقد ان هو ما فيهوش نوع من انواع التدخل في عمل الجهاز الفني، اذا كان مستر بوب برادلي او باقي المدربين، اذا كان كابتن ضياء او كابتن زكي عبد الفتاح. انما طبعا لو بدات من البدايه تكرارا، يعني مرارا وتكرارا، بنتكلم على احمد الشناوي وعلى محمد صبحي او عبد الواحد عبد المنصف. فيعني في اعتقادي ان محمد صبحي ظلم للمره الثالثه والرابعه، وانا كنت اتمنى من الكابتن زكي عبد الفتاح انه يتكلم بصراحه عن الموقف اللي حصل في الدوحه من محمد صبحي مع كابتن زكي عبد الفتاح، على اساس ان هو كان الحارس الثالث. لما كان بيطلع بيتكلم على 2 حراس فقط لا غير، الشناوي وعصام الحضري، ولما تحدث اطلاقا على محمد صبحي استدعى، كلم محمد صبحي، راح معاه قال له انت مستدعي 3 حراس مرمى ولا 2؟ فقال له 3 حراس مرمى. قال له ما بسمعش بتتكلم في فضيات غير على 2 حراس مرمى فقط لا غير، وكأن جاي انا بتفسح هنا في قطر. انا لو جاي اتفسح ما انا على حسابي وعلى حساب النادي اتفسح زي ما انا عايز. الكلام ده ما عجبش الكابتن زكي عبد الفتاح. وده على فكره كابتن زكي عبد الفتاح لا بيمارس الاحترافيه، او راجل محترف، او راجل قعد في فتره كبيره جدا في المدرسه الامريكيه ويعلم يعني ايه احتراف. كان ممكن يتقبل الموضوع، لان تلاقي حارس او لاعب بيتكلم مع مدربه بشكل احترافي جدا ان هو متواجد من ضمن المنظومه دي. حاجه الكلام ده ما عجبش الكابتن زكي عبد الفتاح، ومن يومها محمد صبحي ما دخلش المنتخب. وعلى اساس يعني ده اولا مش صح، مش في مصلحه المنتخب. بغض النظر لو كابتن زكي عبد الفتاح طلع يتكلم من هنا لغايه مثلا 3 سنين جايين يقول لك ان احنا بنبني فريق جديد، المنتخب محتاج اللاعب الجاهز. احمد الشناوي بقى له سنه ونص ما بيلعبش. انا سمعت مداخله للكابتن زكي عبد الفتاح من حوالي 3 ايام بظروفها كده على احد المواقع، مداخله كانت موجوده في احد القنوات مع زميلي العزيز محمد الليثي. كابتن زكي بيتكلم ان احمد شناوي الكابتن زكي زعلان منه جدا عشان ساب النادي. طب انا هدي له حاجه بسيطه جدا بس، اوزفالدو بتاع روما، نجم منتخب روما، نجم منتخب ايطاليا، هداف ايطاليا، احد اللاعبين المؤثرين جدا. ايطاليا داخله على كاس العالم القارات، في مباراه لاتسيو الاخيره في النهائي، لاتسيو وروما، اعترض على المدرب عشان قعد على الدكه. برانديلي المدير الفني للفرقه ما خدش معاه اوزفالدو ومنعه، لان السلوكيات اهم كثيرا جدا من نوع النفاذ. مش هيلعب كاس القارات بالظبط. اذا كان الكابتن زكي عبد الفتاح بيتكلم على السلوكيات، فاحمد الشناوي يخش المنتخب، مع احترامي احمد لعيب كويس وعنده امكانيات كويسه جدا وعنده مستقبل كبير جدا. اذا كان بيتكلم على الاحترافيه، برضه احمد ما يخش المنتخب بالاحترافيه. دي حاجه الثانيه انا نفسي افهم، يعني هل الكابتن زكي عبد الفتاح مدير عام ولا مدرب ولا مترجم ولا اداري؟ دوره ايه في المنتخب؟ ان هو بيتحدث عن تشكيله منتخب، ولا لعيبه زي سيد معوض يخرج او ما يخرجش، شديد يخرج او ما يخرجش، فلان يخرج او ما يخرجش؟ يعني هل فعلا الجهاز مديله الصلاحيه الحديث عن هذا الموضوع؟ هو يسال فيها بوب برادلي بقى، يتسال بقى فيها بوب برادلي، بس احنا بنتكلم على اللي موجود. فيمكن ما عجبنيش بس الموضوع. انا كتبت مقال النهارده، نزل النهارده الجمعه، اسمه اوزفالدو وصبحي وعبد الفتاح، وشرحت له فيه، سردت له فيه الموضوع كله. كنت اتمنى الكابتن زكي يعني ينسى الخلافات لمصلحه منتخب مصر، مع ان انا اتمنى التوفيق لمنتخب مصر. طبعا ما فيش حد هيزايد لا عليا ولا عليك ولا اي حد بيحب منتخبه. تاني حاجه طبعا واحد زي احمد حسن، انا كنت لسه اكلمك، انا عايز اخد بس خط الدفاع الاول يا كابتن خالد. اتفضل. يعني احمد فتحي، احمد المحمدي، احمد شيدي